السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب حبايبي تكونوا بخير. برج الدلو حبايب قلبي، صفوا النية كده، اتفائلوا بالخير تجدوه، طلعوا الطاقة السلبية، صلوا على الحبيب كمان استغفروا. طبعا حبايبي لأول مرة بيزوروا الصفحة ما تنسوش تعملوا اشتراك وشير ولايك للفيديو. حبايب قلب ام احمد، حطوا اللايك كده وشيروا الفيديو واكتبوا كومنتات كتيرة، تصلوا على الحبيب كمان تستغفروا. لازم يكون عندنا يقين وثقة في الله وحده انه لا يعلم الغيب الا الله، لا اله الا الله محمد رسول الله. في حاجة انت عايز تشتريها، انت المكان انت فيه فيه طاقة سلبية، انت مش مرتاح، انت عايز تهج وتمشي وتسيب البيت، ولا انت حاسس ان المكان انت فيه ان قدم الخير بتاعك؟ انت حاسس بايه في المكان اللي انت عايش فيه؟ في ناس كتيرة حواليك مستفيدة منك، في ناس كتير حواليك كده، الناس دي بتستفيد منك انت. انت وش خير على ان كل الناس الموجودة في حياتك. حتى لو انت بتشتري حاجة، بتلاقي الناس بتتلم وتبقى موجودة في المكان، لان انت وش الخير على الناس اللي حواليك. وناس كتير قوي مستفيدة منك، في ناس بتقرب منك عشان مصلحتها. انت اكتر شخص بيكون داعم الناس الموجودة حواليه، انت بتدعم كل الناس اللي موجودة حواليك. لو حد احتاجك انت بتجري عليه، انت بتفرح فرح اللي حواليك، انت بتعمل كل خير. بس نفسك نفسك الحاجات اللي بتعملها مع الناس دي ترد لك، نفسك الخير اللي انت بتعمله ده يترد لك، نفسك يترد، نفسك تفرح، نفسك تشوف الفرحة. حتى لو الفرحة اتوجد، مش بتلاقي حد يفرح معاك، ما بتلاقيش حد يفرح معاك. انت الاقنعة ما وقعت، كل واحد ظهر على حقيقته وانت اتوجعت. لا اله الا الله. كانت في ناس عزيزة على قلبك وكانت صدمت فيها، رغم ان انت كنت مستني حاجة، كنت مستني حاجة من الناس اللي حواليك، كنت مستني الكلمة الحلوة منهم، كنت مستني التقدير من الناس الموجودة حواليك. انت مش طالب حاجات كتير، انت طالب حاجات بسيطة، كلمة حلوة وتقدير، ودي مش هتكلفهم حاجة. لكن انت ندمت على معرفتك للناس. انت 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 كمان عملت حاجة وانت ندمت كمان عليها. عملت حاجة مع ناس اللي هم بقى اعداء، انت ندمان ان انت عملتها. ما تندمش، ما تندمش على خير ان انت عملش. الخير اللي انت عملته ده هيترد لك. اللي يأذيك قول بس حسبنا الله ونعم الوكيل، لان هي كفيلة انها تجيب لك حقك لغاية عندك. انت ابن ناس، ربنا يفرح قلبك. انت كل تفكيرك دلوقتي ان انت تلم نفسك وتلملم امورك عشان تبقى زي الاول واحسن. كل تفكيرك ان انت تقف على الارض صلبة او تقف على رجليك. انت بتعمل حاجات كتيرة، بالك مشغول طول الوقت، بتتكلم طول الوقت، نفسك تتحرك من القيود ونفسك تعمل حاجة. الفترة الجاية دي بإذن الله هيكون عندك في انفراجة حلوة، انفراجة حلوة قوي ان شاء الله بإذن رب العالمين. والمشاكل اللي انت فيها دي هتقل، بس خلي عندك طول بالك على الشريك، لان انت مش طايق الشريك وكمان في نفور بينكم. الله اعلى واعلم. النفور المشاكل بينك وبين الشريك ده بسبب الضغط النفسي. بس في حاجات تانية، في عندك في سحر، في حد مؤذي أذيك وعامل لك سحر. مش انت وبس، انت والشريك، لان معمول لكم سحر بالفراق، بالبعد. عشان كده انتوا مش طايقين العيشة مع بعض، قاعدين مع بعض في نفس المكان لكن كل واحد في وادي. كل ده بسبب الست الملعونة اللي موجودة في حياتك. الست دي خبيثة، ودي مش عايزاكوا تسيبكوا في حالكوا. حصل عندك في خسارة، خسرت ايه؟ خسرت مشروع ولا خسرت ناس ولا خسرت ايه؟ كمان حصل عندك مشاكل، انت بتفكر كتير قوي مع نفسك.
كمان انت عايز تبقى مع نفسك. في حد من دمك بخيل، بيبصلك في كل حاجة وما بيحبش يساعدك في حاجة. لو معاك سحتوت بيستخسروا فيك. ممكن يكون اخ، والله اعلى واعلم، باصصلك في كل شيء. لو انت محتاج جنيه ما بيدكش، دايما طماع وعايز ياخد وما بيديش اي حاجة. لو انت خدت حاجة منه ما بيقعدش ولا يهدى، بيفضل يلف حوالين نفسه طول الوقت. هو عارف ان انت حنين، وعارف ان اللي معاك مش ليك، مش لأي حد، اللي انت بتحبه بس واللي انت عايز تديه. غير كده انت ما بتديش حاجة لحد. انت في بقى عندك اكتر من واحدة، والله اعلى واعلم. في عندكوا كده مجموعة، عندكوا اكتر من واحدة ست. لا اله الا انت، لا اله الا الله. عندك بقى 2 ستات بيحبوك، واحدة بقى بتحبك نور، بتغير عليك. ممكن تكون قاعد في قاعدة وتقولك انت فين، انت قاعد بتعمل ايه، كلمني. غيورة بطريقة. لو تليفونك مقفول هتتجنن، ممكن تروح انت قاعد بتعمل ايه. كمان انت ممكن تكون متجوز حد او مطلق حد وعندك اولاد، لان يعني انت حد ماسك في ديلك. ممكن تكون انت مخلف واحدة قبل كده، الله اعلى واعلم. ممكن تكون على ذمتك او طلقتها وارتبطت بحد تاني انت بتحبه، بس رغم حبك انت مش مرتاح. عارف انت مش مرتاح ليه؟ لان انت طلباتك كتيرة. لا اله الا انت الله. انت طلباتك كتيرة، عايز اللي يعرفك يكون معاك او يكون موجود معاك، يكون واقفالك ال24 ساعة، من اكل الشغل لبس كل شيء. وما تسألش، ما تبقاش مهتمة بنفسها، عشان انت غيور وشكاك. في حد معاك شايف نفسه، مهتم بنفسه، جماله وحلاوته، حاسس بنفسه وقيمته، وانت من جواك بتموت من الغيرة. شايفة ان حلوة، هي بتحبك وبتحاول تراضيك، بس انت اللي شايف كده. حصل عندك خسارة في مشروع، والله أعلى وأعلم. انت بتفكر كتير ونفسك تعمل حاجة ونفسك تكسب، لأن انت خسرت كل حاجة الفترة فاتت. انت بقالك أكتر من كام سنة انت مش مرتاح. كمان عندك في نصرة على حد من برج القوس وكمان برج الدلو، والله أعلى وأعلم. حقك راجع. حصل مشاكل كتيرة، حصل انفصال بينك وبين حد من برج العقرب. انت ممكن تكون في علاقة ثلاثية. كمان انت بتفكر كتير تظهر العلاقة دي ولا لأ، عامل زي ما تكون خايف من حاجة. انت في حد منك هو بيحاول ان يخفي اللي جواه، بيحاول ان يخفي شيء، يخفي سر، يخفي ورق، يخفي كلام، يخفي فلوس، يخفي مصلحة، والله اعلى واعلم. بس انت بتفكر ان انت تفضفض مع حد، بس جواك مفيش ثقة. كمان في فجوة حصلت بينك وبين حد، وخلي بالك من الشيطانة الملعونة، ملعونة كده موجودة في حياتك، لان في ناس عايزة تدمرك، عايزة توقعك. انت عندك فرحة قريب جدا، عندك فرحة حلوة وعندك ارتباط. كمان لازم تخلي بالك من الساحرة اللي بتجدد لك السحر. اللي بتجدد السحر دي مش غريبة عنك، حد ممكن يكون قريب منك قوي. ممكن تكون الزوجة الأولى أو الطليقة الأولانية، أو ممكن يكون حد بيحبك، أو ممكن يكون حد من أهلك، والله أعلى وأعلم. انت الايام الجاية دي بإذن الله هتسمع احلى خبر في حياتك، وهتمسك فلوس كمان حلوة. بس الفلوس اللي هتمسكها دي مش بتاعتك، الفلوس دي بتخص شغل او ناس تانية. انت ليك نسبة، ليك نسبة في الارباح. عندك بقى جوز تعابين
دول خارجين من حياتك، دول انت طلعتهم برا حياتك، او هما في الوقت الحالي برا حياتك. كمان انت خدت قرار يخص العاطفة، انت بتفكر في حد جامد قوي، بس رغم التفكير ورغم اللي انت بتحبه واللي انت